نحن الأمة الأولى. لا، نحن الأمة الأولى، قل هي نحن الأمة الأولى. قال الله شوفوا مكانتكم يوم القيامة. ربي اللي يقول يا جماعة، أو القرآن يتحدث، مانيش أنا اللي نتحدث ولا نشجع فيكم، ربي اللي يقول. قال الله وكذلك جعلناكم، انتم أمة محمد، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هي أرواحكم يا أمة محمد، أنتم يوم القيامة رايح تشهدوا على الأمم الأخرى أن أنبياءهم قد بلغوا. ينادي ربك يوم القيامة نوح، يقول له يا نوح هل بلغت؟ سبحان الله، ربي قال لي يسأل الصادقين عن صدقهم. الأنبياء يا أخي صادقين، صادقين الأنبياء، ومع ذلك ربي يسألهم يوم القيامة، ليسأل الصادقين عن صدقهم. صادق ومع ذلك يفوت يوم القيامة على السؤال والجواب. والكاذب وش يقول له يوم القيامة ربي؟ هذا الصادق، يا ربي يسأل الصادقين عن صدقهم، والكاذبين كيف؟ يسأل الصادقين. هذا القرآن يتكلم. وجد روحكم، ينادي ربك يوم القيامة نوح عليه السلام، يقول له يا نوح هل بلغت أمتك؟ سؤال، النبي يسأل يوم القيامة. ربي يوقف سيدنا نوح يقول له يا نوح هل بلغت الأمة متاعك الشيء اللي قلت لهم؟ قال يا ربي بلغت. الله عز وجل يجيب أمة نوح، نوح هنا وأمته هنا. قال الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يا بلاد الكون الميزان يوم القيامة، حبة خردل تاع ظلم تجيك، حبة خردل تاع عدل تجيك. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. سبحان الله. يا نوح هل بلغت؟ يا رب بلغت. أمة نوح قدامه، يا أمة نوح هل بلغكم نوح؟ بلغكم نوح؟ قالوا يا ربي نوح ما بلغناش، يكذب، يكذبون نبي الله. الرب يقول للنوح يا نوح ألك شهيد أو شاهد؟ شكون اللي يشهد؟ سيدنا نوح يقول يا ربي ليشهد علي محمد وأمته. انتم يوم القيامة. سبحان الله. وين محمد وأمته هذه؟ وين كانت عائشة؟ اللي كانت نوح وأمته أنتم ما كنتوش، فكيف تشهدون؟ قال قرأنا القرآن وقال نوح الرب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. قرأنا القرآن، والقرآن قالوا الله عز وجل ونزل على نبينا محمد وما قاله محمد مصدقه. واجدين يا جماعة لكم واجدين. هل عندنا الإيمان وأن الأعمال الصالحات ينشدنا روحنا باش نشهدوا يوم القيامة على أخرى؟ شوفوا شحال ربي يرفع لنا المكان تاعنا. انظروا كيف رفع الله مكاننا يا جماعة باش توجدوا روحكم. ربي قال عليكم انتم كنتم خير أمة أخرجت للناس. خير أمة لازم ما تتركش الصلاة، خير الأمة لازم ما تخرجش في الغيبة والنميمة، خير أمة ما عندهاش وقت تاع اللعب، ونهار كامل هو في البال، ونهار كامل هو في الدمين، ونهار كامل هو في الكارطة، ونهار كامل. ونحن مقبلون على أيام عظيمة يا جماعة. اللي عظم هذه الأيام فقد عظم شعائر الله. قال الله ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. كيف هذه الأيامات مثل أيامات مباركات أقسم الله بها يا جماعة. 10 أيام تاع ذي الحجة ربي يحلف بهم، أقسم الله بها. لازم هذه الحوايج هذه اللي عظمهم ربي لازم نعظموهم. ذلك المؤمن الحق المتقي يعظم شعائر الله. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هذول المؤمنين حقا. شوفوا اليهود يبينوا طقوسهم، النصارى يبينوا طقوسهم، المسلمين والو ما اكل 10 ايام ذي الحجه، اكل 10 ايام يسمى غير نهار صبيحه العيد ياكل لحم العيد وياكل قاطع. مش هذا ديننا احبه رسول الله، ديننا نظهر شعائر الله. هذه ال10 يا جماعه كيف نستغلهم في الصيام؟ من صام يوما لله باعد رقبته الله، باعد رقبته عن النار 70 عاما. صوم يوم لله يا اخي، وش فيها؟ هو النهار قصير وكذا. يوم لله برك أو يوم لله. هذا الصوم ربي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فهو لي وأنا أجزي به. صوم قال لكم راولي يا ربي، لا حبيتوا تهديوا لي حاجة صوموا. من صام يوما لله، يوم برك كأنك تتقرب إلى الله. ربي بعد رقبتك على النار 70 عام. يعني كن صوموا 10 أيام أو 9 أيام، كم يعني 9 في 70 قده 9 في 70 يا جماعة 600 يا جماعة. كنت تصوموا 9 أيام جاء ذي الحجة 10 أيام هو يوم العاشر تاع العيد، ما فيش صوم حرام. 9 أيام 600 يبعد لكم ربي رقبتكم على النار 630. وش هي 630 سنة. 9 أيام صيام يبعد الله رقبتكم عن النار 630 عام. إيه يا ابن آدم، هذا رجل
أطاع الله 70 عاما، 70 عام هو يطيع في الله عز وجل، صلاة، صيام، صدقات، إكرام لليتامى، للفقراء، عمرة، كذا، 70 عام وهو يطيع في الله حق الطاعة وحق العبادة، ثم انقلب على عقبيه فعصى الله 70 عاما. تقلبت به الحالة، خمور وفساد ومنكرات 70 عام. بعد 70 قعد قال أريد أن أعود إلى الله فهل يقبلني الله؟ 70 عام وأنا في طريق ربي، وانقلبت على عقبي فعصيت الله 70 عاما أخرى، أيقبلني الله؟ يقبلني ربي يعني. وإذا بمناد يناديه من قبل الله، وش يقول له؟ عبدي. شوفوا الرحمة، شوفوا الرحمة، باش نرحموا بعضانا. شوفوا ربي ويرحم فينا باش نرحموا بعضانا ونسامحوا بعضانا ونعفو على بعضنا أحبة رسول الله. وإذا بمناد يناديه يقول له عبدي أطعتنا 70 سنة فقربناك، وعصيتنا 70 سنة فأمهناك، ولو عدت إلينا مرة أخرى قبلناك. ما شاء الله، ما شاء الله، ما أحلم الله. يا عبدي طعتنا 70 سنة قربناك، وعصيتنا 70 سنة فأمهناك. كنا قادرين ننتقم منك ولكن أمهناك، وكنت ترجع مرة أخرى قبلناك. يا جماعة العشرة جاي أقبلت تعدوا فاستعدوا. تكلم عن العفو عند المقدرة. إخواننا العائلات اللي يتكلموش مع بعضهم، سبحان الله احنا مؤمنين. صلة الرحم، وما أدراك ما صلة الرحم. يوم عرفة سيطلع الله على أهل الموقف. يوم عرفة، صوم يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين، سنة سابقة وسنة بعدية، ذنوب يمحيها الله عز وجل. مؤمنين يوم العشر، في العشر من ذي الحجة ما يتكلموش مع بعضهم. علاه؟ من أجل الدنيا، من أجل الميراث، من أجل أولاد صغار تهاوشوا، من أجل النساء. علاه؟ صلة الرحم معلقة بعرش الرحمن تنادي اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني. صلة الرحم أنا ما نروحلوش، لازم هو يجيني. من تواضع لله رفعه. روح ما تتكلمش مع اخوك، تحلي الكرام اللي وجه الله عز وجل، روح بوس على راس اخوك قال سامحني يا اخوي. ورها الاشكال. يا جماعه انا مسافرين في هذه الدنيا، نحن مسافرون، انا مروحين، رانا برك ضياف في هذه الدنيا. النبي قالوا له علاش ما تلبسش كيما تاع قيصر والروم وجماعه والذب وكذا، وانت النبي وانت نبي الله. قال لهم النبي مالي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل رجل استظل بظل شجرة ساعة ثم راح وتركها. قال مش بي والدنيا، ندي الدنيا إليكم. قال لكم خذوا الشياه والحمير والبقر فقد أخذنا عنكم رب البشر. والدرس موجه من خلالكم أنتم والناس تسمع فيه أحبة رسول الله. استعدوا للقاء الله، نستعد بلقاء هذا العشر بالعمل الصالح، الصدقة، فضل الصدقة، ولو 1 دينار ولو 1000 فرنك ولو 10 دينار. نعم مش فيها. قال يا جماعة مثلا قال أن جار مثال مريض، هاي نكلموا كل أهل العلم والمال نروحوا نشوفوه وش بيه. قال داره تقطر، يلا يا أهل العلم والمال داره مش مليحة طايحة. قال عنده كذا، شكارة سيما، مطرق حديد، وتتلم الرجال كله يعيش ساكن. غدا يا جماعة الصحة وغدوة عند ربي، مش في الدنيا هذه. غدا توفى النفوس ما كسبت ويحصد الزارعون ما زرعوا، إن أحسنوا لأنفسهم وإن أساءوا فبئس ما صنعوا. هز هم نتاع الحسد وهم نتاع البغض، وقاعد تخمم في هذاك وذاك علاش بنى الطابق الرابع، وذاك من نجي السيجارة، وذاك هز هم خطيك انت. اذهبوا إلى أهل الجنة. أهل الجنة يقول عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجنة، اسمعوا ذلك الخير، أهل الجنة 120 صف. الجنة فيها 120 صف، 80 صف من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هو الإنسان واش يشوف يا أحبة رسول الله؟ قاعد أنت تتبع لي غير هذاك دار الفايونس أنا نقلع، هذاك مش عارف واش أو خمم في الجنة. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هز المعلومة هذه، عيش لها، مش تكون من أهل 80 صفا. الجنة فيها 120 صف، 80 صف من أهل منكم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أليس هذا فضل؟ أليس هذا خير يا أحبة رسول الله؟
120 صف في الجنة، 80 صف لكم انتم، هدية من الله لهذه الأمة، إكراما لهذه الأمة، لأنها أمة تتعب، لأنها أمة تموت، تتوضا الصبح في البرد وتجي الصلاة الخمس وتغتسل وتقلم الأظافر تاعها وتروح تحج وتغسل صوارد وكل صلاة تجي والصدقة وكذا، أمة تتعب. شوف ربي واش أعطاها 80 صف. عيب عليك يا ابن آدم، ربي يدير 80 صف في الجنة من 120 لأمة محمد 80 أنت ما تكونش منهم. على جال واش؟ قاطع الرحم. على جال واش أحبة رسول الله ما نتكلمش مع خويا مهاوشة. على جال واش ناكل ميراث خويا. على جال واش هم الدنيا. يا جماعة سأختم بماذا؟ أو عندنا يوم راح نرجع فيه. قال الله عز وجل: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. يا جماعة نسيتوا بلي راح يجي ملك الموت يدينا روحنا. يا جماعة نسيتوا بلي راح يغسلونا. يا جماعة نسيتوا بلي راح يكفنونا. يا جماعة نسيتوا بلي راح يهزونا فوق النعش وحملوني على الأكتاف 4 من الرجال وخلفي من يودعني أخي وأهلي وجيراني كلهم بكوا علي بكاء ليس ينفعني. الله الله، يا لها من ساعات وهم هازينك يا ابن آدم والدنيا تبكي عليك. أمك تبكي وأختك تبكي وزوجك تبكي ووليداتك تبكي. الدنيا ساعة، الدنيا ساعة، اجعلها طاعة. النفس طماعة عودها القناعة. الدنيا ساعة، عش ما شئت فإنك ميت. الدنيا ساعة، اجعلها طاعة. النفس طماعة عودها القناعة. إنسان يقول أني عايش 60 سنة، 60 سنة 30 سنة من عمرك نوم رقاد، نصف عمر الإنسان رقاد. والأخرى وش هي أحبة رسول الله؟ وش فيها الأخرى؟ الأخرى مرض، نحي 5 سنين ولا 6 مرض، أنا عندي سبيطار، عندي ليزاناليز، أنا عندي كذا. والأخرى وش هي؟ أنا نوصل لوليدات الليكور وأنا كذا كذا. والأخرى وش هي؟ أنا كذا. خلاص تبقى يا رب العبادة تاع 60 سنة تلقى عامين عبادة. هذا